طبعا لو انا جيت قلت لك الاهلي تعاقد مع حارس مرمى بديل للشناوي، اول اسم يجي في بالك مين؟ ابو جبل، بسام، محمود جاد مثلا من المصري البورسعيدي. بس مش هيجي في بالك خالص ان الاهلي تعاقد مع محمود الزنفولي النهارده. الزنفولي لو عنده 32 سنه، اللي انا وانت والناس كلها والاهلي اصلا جايبه عشان يقعد دكه لمصطفى شوبير، عشان لما الشناوي يرجع يكون مكانه محجوز اساسا يعني. معرفش ليه ما حبيناش نجيب حارس مرمى كبير، معرفش ليه ما حبيناش نجيب اسم تقيل في حراسة المرمى. معرفش ليه الإدارة كابتن محمود الخطيب حابب ان هو يحط نفسه في خانة او معنى صح في مركز مشكلة مع الجمهور. لا قدر الله لو حصل اي حاجة انت اللي هتلبس يا معلم، انت اللي هتلبس حتة الصفقة اللي انت جبتها دي، هتلبس اعتمادك على مصطفى شوبير. ما بقولش ان مصطفى وحش، ما بقولش ان مصطفى حلو، ما بقولش ان مصطفى سيء، وما بقولش ان مصطفى كويس. بس انا بقول لك ايه؟ بقول لك ان انت دلوقتي بانك لما جبت محمود الزنفولي، انا وانت عارفين ان هو حارس على قده، اي نعم بيعمل يقلب تنين مجنح قدام الاهلي والزمالك، بس مش كل حد بيعمل تنين مجنح قدام الاهلي والزمالك نجيبه. هتقول لي ما بسام بيعمل تنين قدام الاهلي، هقول لك لا يا باشا، بس بسام باين ان هو حارس مرمى كويس جدا جدا جدا، له امكانياته، بيلعب برجله كويس، كويس جدا في العرضيات، كويس جدا في التسديدات من بعيد. فاهمني؟ ده اللي انا بتكلم فيه. انما حته بقى انك انت مثلا تبقى تقول لي انا جبته عشان يقعد دكه لمصطفى شوبير. انت لو مش عايز تعتمد على حارس مرمى من بره ما كنتش جبت اصلا، بس بمجيابك للزونفولي بالذات تحديدا مش اسم تقيل هيخلي الجمهور هيحمل عليك كاداره كمجلس اداره عبء كبير جدا جدا جدا، والايام بيننا.